دلوقتي بقى احنا هنتكلم على الحل كلاسيفايد للرايتنج. اوكي، لانه برضو again من اهم الحاجات اللي بتخلينا ان احنا نعلي السكور بتاعنا. مش هقول رقم معين يعني، بس الحاجات اللي بتخلينا نعلي سكور ان احنا نبقى فاهمين احنا بنتعامل مع ايه. يعني من اكبر الاخطاء اللي بشوفها مثلا ان في ناس كتير بتعمل الموضوع ده، يختار اجابه معينه مثلا ويقول لي عشان هي كانت اقصر اجابه فشورتر از بيتر، ويبقى الدرس ملوش علاقه اصلا بدرس اللي هو الريدندنسي او الريبيتيتيفنس او اللي هو الدرس اللي المفروض ان هو اجابته تبقى اقصر حاجه. وباي ذا واي الدرس ده مش بيجي كتير في الاي اس تي اصلا، it doesn't apply. يعني بالعكس هو الاي اس تي ميال شويه للباسجات البريتش اللي هي عنوان الفخامه بالنسبه لهم الكلام الكتير. يعني الاي اس تي بيجبرهم، يعني بيجيبوا مثلا جمله ويلخبطوا الاجزاء بتاعتها، ويعني يشيل لك الموديفاير من حته لحته، يعني يشيله لك من حته لحته غلط. ف it doesn't apply. يعني موضوع shorter is better ده most of the time doesn't apply، ما تمشوش عليه. لازم تبقوا عارفين كويس قوي انتوا بتتعاملوا مع ايه. اول حاجه المفروض ان احنا نبدا بيها الكلام على الاسئله اللي بتيجي على الفيربس. اوكي، درس الفيربس هو الحقيقه الفيربس عباره عن درسين، او نقدر نقول تكنيكلي هم 3 دروس مش درس واحد. وانا قلت لكم قبل الحصه على الجروب، قلت لكم ان انا هديكم هديه كده. انا شايفاها بصراحه هديه، انا سلفاها من كورس البيسكس يعني، بس هي الحقيقه هي حلوه قوي للي حابب يراجع على كل القواعد بتاعه الفيربس. انا طبعا مش هراجع عليها، ما عنديش الوقت لده، لكن كنت عايزه اوريكم الباوربوينت ده. لازم تفتحوه على لابتوب، ما ينفعش يتفتح على موبايل عشان هيبقى ستاتيك. يعني الهايبر لينكس اللي فيه دي مش هتشتغل، فطبعا مش هتستفيدوا منه كتير. هو بيبقى دايناميك لما بيتفتح على اللابتوب. اوكي، فنحمله على اللابتوب. الفيربز يا جماعه 3 حاجات. السبجكت اند فيرب اجريمنت، يعني لما تلاقي فيرب underlined بتشيك على 3 حاجات. اولا بتشيك على الاجريمنت with the subject، ماشي. والاجريمنت السبجكت اند فيرب اجريمنت ده هو اصلا تحتيه دروس تانية، يعني هو درس كبير وتحتيه اجزاء تانية. يعني لما يبقى في حاجه او intervening phrase or clause جايه ما بين السبجكت اند فيرب، دي حاجه بنتعامل ازاي. اوكي، طبعا البرزنتيشن مليانه اسئله والاجوبه بتاعتها مليانه شرح، والشرح زي ما انتم شايفين انتراكتيف، فهي شرحه نفسها. انا I will not go through it، يعني انا هخش على الاسئله على طول. السبجكت اند فيرب اجريمنت مع indefinite pronouns اللي هي الضمائر اللي ما بيكونش ليها antecedent. اوكي، how do we make them agree؟ ميس، هو حضرتك بعتي الكتاب ده؟ هو ده باوربوينت برزنتيشن، ويس انا بعته على الجروب. هو موجود على الجروب بس افتحيه على اللابتوب. تمام، هو احنا هنحل منه يعني دلوقتي؟ لا، احنا مش هنحل منه، ده for your own reference. ده بيشرح لك اللي هم ال3 دروس اللي بتيجي على الفيربس كقواعد. تمام. فانت you go through it، انت هتفهمي، هي البرزنتيشن بتفهمك. يعني انا بوريكي بس الاجزاء بتاعتها. how to make the subject agree with the verb مع حاجه اسمها الكومباوند subject. اوكي، امتى بياخد verb مفرد وامتى بياخد verb plural. المفروض انكم عارفين الحاجات دي، يعني الكورس اللي احنا فيه دلوقتي ده advanced، فالمفروض ان الناس اللي في الكورس ده تبقى واخده البيسكس وعارفه الحاجات دي. اللي نسيها ممكن يتفرج على الباوربوينت دي كريفرشمنت، مجرد بس انعاش للذاكره. برضو لما السبجكتس بتيجي بعد الفيربس بنعمل ايه؟ برضو how do we make sure ان هم they agree. وفي كمان special problems مع ال subject and verb agreement، زي مثلا التعامل مع حاجة اسمها ال collective nouns أو ال expression of amounts. يعني مثلا كلمة half، هل الكلمة دي بعملها إن هي مفرد ولا بعملها إن هي plural؟
فبنلاقي ان هو على حسب الوردز اللي بتيجي بعدها. كل القواعد دي لازم نراجع عليها كويس قوي، ونراجع على الاكزامبلز بتاعتها. الباوربوينت ده هيساعدكم قوي. اوكي، التايتلز بقى وكلمة every و don't و doesn't. اوكي، انا بجري بس بسرعة كده ايه. والريلاتيف طبعا pronouns بقى اللي هي who و which والحاجات دي بتاخد was ولا بتاخد were، بتبقى plural ولا بتبقى singular. خلاص. تاني نقطة في الverbs، يعني تاني حاجة بتراجع عليها لما بتلاقي الverb underlined، التنس. كلنا عارفين التنسز، الباست والبريزنت والفيوتشر والفروع بتاعتها اللي هو البريزنت بيرفكت والباست بيرفكت والفيوتشر بيرفكت. امتى بنستخدم ده وده وده. والحاجة بس اللي هي ممكن تبقوا مش عارفينها اللي هي حتة المود. المود ده اللي هو في ناس بتسميه conditional، في ناس بتسميه subjunctive، اللي هو بتاع if و would. عارفين القاعدة بتاعت if و would. لما بيبقى عندي كلمة if، اوكي، بستخدم will ولا بستخدم would، وبتبقى موجودة في انهي part من السنتنس. امتى بستخدم الباست simple وامتى بستخدم البريزنت perfect. امتى بيبقى ممنوع ان انا استخدم البريزنت بيرفكت اصلا، يعني في حالات معينه ممنوع ان انا استخدم فيها البريزنت بيرفكت. اوكي، لما يبقى عندي وقت محدد في الماضي ممنوع ان انا استخدم البريزنت بيرفكت. في شروط وفي قواعد معينه للتنسز كلها مشروحه في الباوربوينت ده. هو شارح نفسه، هو يعني it's very easy to follow، والتمارين بتاعته كمان بتوضح الفكره قوي. السيكونس اوف تنسز بقى اللي هي القاعدة اللي عندنا ان احنا ما نغيرش التنس of the verb بدون داعي. فانت لما يبقى عندك verb underlined make sure عشان تتأكد انك اخترت التنس الصح، بص على الفيربات اللي حواليه. كل ده هعمله دلوقتي معاكم عملي واحنا بنحل classify. اهي ادي القواعد بتاعت الاف clauses اهي. يعني مثلا لو انا قلت if he would have taken، دي كده غلط. كلمة would مش المفروض ان هي تبقى جاية في نفس الجنب مع if، لازم يبقى past perfect، لازم تبقى had. if he had taken اهي دي بتيجي في الامتحانات وبتيجي باستمرار وبتكرار. تمام، دي اسمها السبجنكتيف مود، برضو دي مشروحة لك هنا. مشروح لك برضو اي هايبر لينك بيبقى مبين لك فيها برضو شرح اكتر. يعني make sure to set aside like an hour كده وكوباية شاي حلوة أو كوباية نسكافيه متينة كده، واقعدوا اتفرجوا على الباوربوينت دي. هتنور لكم حتت كتير قوي، أو لو في حاجات انتوا ناسيينها هي it will refresh your memory. وطبعا كلموني على طول if you have any questions. اوكي، يا تالت مس هو جزء. فاتني كتير. لا أنا لسه بادية بوريكم حاجة بس كده، حطيتها على الجروب النهاردة ريسورس، يعني مراجعة على دروس الفيربس، لان ضروري قوي انكم تبقوا فاهمين كويس قوي ايه هو الفيرب، استخداماته ازاي، والاهم من ده كله ايه هو الفيرب الحقيقي والفيرب البارتيسيبل اللي مش حقيقي اصلا. اخر بارت في موضوع الفيربس ده اللي هو الفيرب فورم. اوكي، اللي هي الريجولار فيربس والايريجولار فيربس، لانه ساعات في الامتحان ممكن بيعمل حاجه لذيذه قوي. مثلا هجيب لكم الاخر كده. بصوا كده هنا على number 1. As soon as the robin was well we let it go free. مفيش حاجة اسمها we let it. هي طبعا الفيرب هنا اللي هو let، يعني خليناه يعني يمشي يطير. الروبن اللي هو العصفورة الصغنونة دي أول ما خفت خليناها تطير. طبعا مفيش حاجة في الدنيا اسمها letted أو cutted مثلا، المفروض إن احنا نبقى عارفين كده. هي المفروض بتفضل زي ما هي let. الverb اللي هو let is an irregular verb that does not change form no matter what the tense أو the principal part. no problem يا عمر، ما فيش مشكلة. اوكي، أنا مش هطول عليكم زي ما قلت لكم. اوكي طيب، can you believe Mary has never rode؟ ايه الغلط هنا في number 2؟ ايه الخطأ ونصلحه ازاي؟
لا has never ridden. yes ridden، لان ده الشكل بتاع الفيرب ride في الباست participle. لو انا عندي has as a helping verb يبقى لازم الفيرب يبقى في الباست participle اللي هو ridden. اوكي طيب ايه رايكم في رقم 3 Mrs. Romero begun؟ كل الافكار دي بتيجي في امتحانات فعلا. begun هنا انا ما عنديش has او have، فهي مش المفروض ان هي تبقى في الباست participle because I don't have a helping verb before it. فما ينفعش اقول Mrs. Romero begun، ده past participle. This is not a real verb اصلا. هي المفروض تبقى في الباست، يبقى المفروض تبقى Mrs. Romero began بالA وهكذا. اوكي يعني دي كده في عجاله يعني بسرعه كده، دي الميستيكس او المشاكل بتاعت الفيربس. تمام. فانا I was just showing you حاجه، يعني حاجه مهمه قوي ان هي تبقى عندكم. لسه في presentations كتير زي دي، في presentation للسنتنس structure لو عايزين تراجعوا عليها، او هو لازم نراجع عليها، اللي هو يعني ايه fragment وازاي نصلحها، ويعني ايه run on وازاي نصلحها. وفي presentation ثالثه للموديفايرز والمشاكل اللي بتحصل فيهم، المسبليسد والداجلينج. وفي presentation رابعه للبانكتويشن. دي الحاجات، دي الارياز اللي يهمني قوي في الجرامر انكم تو كفر ذم ويعني تراجعوا عليها. اوكي فلسه في برزنتيشنز جايه زي دول، وهنحل برضو كلاسيفايد زي ما هنعمل دلوقتي بالظبط. يبقى انا دلوقتي هفتح الفايل بقى اهو. اوكي تعالوا نبص على اول واحده. The earliest pandemic has occurred. ماشي، هو هنا مستخدم ايه؟ قولوا لي بس الاول انتوا رايكم ايه؟ ايه الاجابه الصح قبل ما انا اقول لكم الاجابه. خلاص انا طبعا طلبت منكم انكم تحلوا الفايل ده كله، بس هو كبير قوي طبعا، كان كبير قوي. فلو انتوا يعني حالين الجزء بتاع الفيربز يبقى حلو قوي. لو ما لحقتوش تحلوه بليز هنحله النهارده as much as possible. الحل كلاسيفايد يا جماعه هو اول خطوه في. برافو برافو اللي خلصوا، يعني تحياتي يا حمزه بجد. طبعا الناس اللي بتسالني فين الاجابات مش هقول لكم فين الاجابات، ما خليكم كده. ده معناه انكم ما بصيتوش فيه اصلا. الاجابات موجوده في الفايل يا جماعه، بس مش هقول لكم فين. يا ميس انا تابعه من الكورس اللي فات والاجابات كانت مكتوبه تحت. ييه طب ليه قلت طيب؟ ما هي مش مكتوبه دلوقتي. لا لا مكتوبه ازاي اهي، بص اهو. شفت بقى؟ يمكن أيوة. يمكن اكون انا بالغلط شيرت فايل تاني مش مكتوب فيه الاجابات ولا حاجه، بس ده يعني هشيره تاني لو حابين، بس ده نفس الفايل اللي انا مشيراه النهارده بالاجابات والله. انا عندي القديم اللي بالاجابات اللي هو من قبل حلو. انا ما المحاضره. غيرتش فيه اي حاجه على فكره. هو المفروض ان انا اعمل له ابديت وانزل فيه الامتحانين الجداد اللي كانوا نزلوا دول، اللي هم جون ومارتش، اللي هم كان وقتها جداد يعني. ما علينا، ان شاء الله هعمل له ابديت. بس المهم ان هو موجود بالاجابات وكل حاجه. بس الفكره ان احنا بنبقى شايفين الاجابه اوكي هي بي، بس ليه هي بي؟ ليه مش A؟ ليه غلط ان انا استخدم البريزنت بيرفكت في الكونتكست ده؟ because ال present perfect plus a date equals كارثة. I cannot use ال present perfect مع specific time reference. يبقى بتستخدم ال past وخلاص. طب ليه ما ينفعش ال past perfect؟ برضو ما ممكن حد يقول لي طب ليه مش سي؟ فسري لي فهمين. صح؟ يعني من حقنا نفهم يا جماعة. ليه ال past perfect؟ ما حدش يقول لي بقى والنبي يعني ايه past perfect و present perfect. ماشي خلاص، البرزنتيشن اللي انا بعتها لكم دي بتشرح الحاجات دي كلها، وبتشرح كمان امتى بنستخدم الحاجات دي. فالمسميات دي احفظوها علشان تفهموني وانا بشرح لكم، تبقوا مرتاحين كده، ما تبقوش قاعدين مش فاهمين اللي بيتقال. اوكي طيب الباست بيرفكت بنستخدمه لما ببقى عايزه اوضح حاجه يعني مخصصه قوي. انا بستخدم الباست بيرفكت فقط لما ببقى عايزه اوضح ان في اكشن حصلت في الماضي، وحصل قبلها اكشن تانية في الماضي قبلها برضو.
يعني ببقى عايزة أبين إن في two actions happened in the past بس sequentially، يعني واحدة فيهم حصلت وخلصت خالص وبعدين التانية حصلت بعدها. زي مثلا لو قلت إيه، على بال ما رحنا البيت كان الحرامي هرب. كان هرب، شايفين؟ The thief had escaped. عادة بنعرفها بإيه؟ by the time. بتلاقوا السنتنس بادية بإيه؟ by the time the police arrived. أنا هنا استخدمت arrived في الباست العادي. by the time the police arrived the thief had escaped. كان خلاص هرب. أنا عايزة أبين إن حاجة حصلت قبل حاجة والاتنين حصلوا في الماضي. مفيش أي داعي للpast perfect هنا في الكونتكست ده. أنا عايزة أبين إن هي حاجة حصلت وانتهت ومفيش relation. هي كلمة perfect هي ترجمتها بالعربي الماضي التام والمضارع التام. انا شايفه الترجمه دي مش مظبوطه قوي. انا بشوف ان بيرفكت يعني في علاقه وقت، في relation between two points. بالمناسبه بقى الفيوتشر بيرفكت هو عكس الباست بيرفكت. يعني لو انا مثلا هتخرج سنه 2025 مثلا، فهقول على بال ما تيجي بقى سنه 2025 هكون انا اتخرجت. هكون اللي هي الفرق بقى سوري العكس بقى، ان انا عندي two actions that will happen في الفيوتشر وواحده فيهم هتحصل قبل الثانيه. ساعتها بستخدم الفيوتشر بيرفكت للي هتحصل قبل الثانيه. again راجعوا البرزنتيشن والله هتتبسطوا منها قوي وهتوضح لكم حاجات كتير جدا عن التنسز والفيربس عموما والسبجكت اند فيرب اجريمنت والكلام الحلو ده كله. خلي بالكم البرزنتيشن دي بنشرحها في كورس البيسكس من 6 ل 8 ساعات، بتاخد مني شرح 6 ل 8 ساعات. فانتوا هتقعدوا تقلبوا فيها كده بسرعه لان المفروض ان انتوا ادفانسد. اوكي تعالوا خلينا نمثل ان احنا مستوى الادفانس. اكيد انتوا كلكم طبعا ما شاء الله شطار وادفانسد. half of the world's habitable land. half هنا تعتبر plural ولا singular؟ يعني استخدم لها is ولا are ولا were بالباست ولا is to be يعني لسه هتستخدم؟ على حسب اللي بعدها. excellent. طيب هنا half of ايه؟ half of the world. كلمة world singular ولا plural؟ هي singular يعني هو كوكب واحد، عالم واحد. تمام؟ لأن الاس هنا مش الاس بتاعت البلورال، دي اس البوزيسيف. يبقى دي singular. يبقى بالتالي بالتبعية كلمة half singular برضو. يبقى is used ولا مفيش option was؟ في option were. هو كان ممكن يلخبطنا قوي لو كان حاط لنا was كمان، يعني عشان نقعد نفكر طب يا ترى هي في البريزنت ولا في الباست. طبعا احنا بنتكلم على fact، احنا بنتكلم على حقيقة قائمة دلوقتي. يبقى when we talk about something that's going on now بنستخدم لها البريزنت، مفيش داعي للباست. هنا بقى السؤال بتاع if we are to break down global land area we would realize that 10% of the world is covered. أنا هنا بتكلم على if. بصوا على القاعدة بتاعت if. أنا قصها لكم هنا من الكتاب، من كتاب الجرامر. if لما بتبقى في البريزنت if it rains the coach cancels. الاتنين في البريزنت، الشرط وجواب الشرط. if it rained أو if it were to rain بنرد عليها بwould. تمام؟ يبقى أنا لو عندي would في النص التاني من الجملة يبقى النص الأولاني المفروض يبقى شكله إيه؟ عندي أهو would في النص التاني من الجملة، يبقى are دي كان المفروض إن هي تبقى إيه؟ تبقى were على حسب القاعدة بتاعة if. لو في الsimple past يبقى الconditional بيبقى would. لو في الpast perfect يعني had rained يبقى تبقى في الpast conditional. الجملة الثانية هتبقى في الpast conditional اللي هي would have.
هي دي درجات الكونديشنال. الكونديشنال ده في منه 3 ليفلز، 1 و2 و3، وكل ليفل له قاعده. يعني انا كان مره حد من الستودنتس سالني قال لي طب ليه؟ يعني قلت هي الرول بتاعتها كده، هي رول بنمشي عليها. ودي ميزه في الجرامر، بس عيب كمان في الجرامر، لانه للاسف في الاي اس تي sometimes بيشتوا شويه، they think out of the box and they break the rules، يعني او بيدوروا على الاكسبشنز، يعني هم عايزين الطالب اللي بيفكر شويه. يلا. That trend will accelerate over the next decade as advances. كلمة advances هنا noun، ها ده مش verb، يعني التقدم in mobile technology, AI, data transfer and computing speed allows. ينفع أقول advances allows؟ طب دي plural، ينفع ده يبقى verb بالاس؟ لا. طيب ايه رأيكم في allowing؟ allowing ده مش verb أصلا، it's a participle أو gerund. ايه رأيكم في allowed؟ خليناها past. هل أنا هنا بتكلم على الباست؟ يعني معقولة يبقى حتة في الفيوتشر وحتة في الباست؟ مفيش مجال هنا لاستخدام الباست. يبقى هنخليها allow، هنشيل الاس لأن السبجكت هنا plural. تمام. so far so good. أيوة يا معاذ اتفضل. مش أنا حليت السؤال ده كتير قبل كده، حليته 5 أو 6 مرات، بفضل أغلط فيه. تقريبا لأن أنت بتتلخبط بسبب الناونز الكتير اللي قبلها، يمكن، أو عشان أنت مش مقتنع إن كلمة advances مثلا هي السبجكت. هي التريك بتاعت السؤال ده إيه؟ إن هو فصل السبجكت اللي هو كلمة advances من الفيرب بكلام كتير، حشو كتير في النص. advances allow robots. مش هي أدفانسز دي برولر؟ advances التقدمات، فاهم؟ يعني هي كلمة advance ممكن تبقى noun اللي هو تقدمية واحدة، ماشي؟ advances اللي هي تقدمات بقى، اللي هي البلورال بتاعها. هي دي مشكلتك مع الكلمة دي، ان انت مش متعود عليها كناون. عشان كده وانا بقرأ السؤال قلت لكم ايه؟ ان كلمة advance هنا دي مش verb، it's a noun، دي اسم حاجة، وهي السبجكت، هي السبجكت of the verb اصلا، هي اللي allows. الادفانسز هي اللي allow الروبوتس to act with greater independence. ايه هي بقى الادفانسز دي؟ موبايل تكنولوجي، AI artificial intelligence، يعني data transfer whatever that is، computing speed. هما 4 حاجات. الادفانسز هنا 4 حاجات. وصلت كده؟ هي مشكلة meaning، مشكلة معنى، واستخدام برضو غير مألوف للكلمة. نيجي للسؤال اللي بعد كده. أنا عندي هنا has shown، history has shown. ليه هنا أنا مستخدمة ال present perfect؟ وأكيد هو صح لأن هم مش حاطين خط أصلا. يعني طبعا we assume إن كل الكلمات اللي مش تحتها خط دي بتبقى صح. Why is it okay to use ال present perfect هنا؟ history has shown، التاريخ مبين لنا. استخدام ال present perfect هنا صح لأنه أنا بستخدم ال present perfect في حاجة حصلت في الماضي، بدأت في وقت غير محدد في الماضي، ولسه الإيفكتس بتاعتها موجودة لحد دلوقتي. ال present perfect يا جماعة عامل زي كده وصلة ما بين دلوقتي والماضي، حاجة بدأت زمان ولسه مكملة. يعني أنا بدرس بقالي 20 سنة، ما أقولش بقى I was a teacher، دي معناها إن أنا اعتزلت. لكن لو قلت I have been a teacher for 20 years معناها ان انا بدأت تدريس من 20 سنة ولسه مكملة. فاهمين الفرق؟ طيب نكمل بقى الجملة. History has shown that previous fateful warnings about technology wiping out the need for human labor have proved. السبجكت هنا ايه؟ مين اللي have proved؟ عشان اتأكد بقى ان هي have مش has. فين السبجكت؟ مين اللي proved؟
untrue. يعني مين اللي ثبت ان هم غلط؟ الwarnings. وزي ما انتم شايفين الwarnings is a plural subject. التحذيرات warnings. طب هو انا بعرف منين يا ميس؟ بشيل ال prepositional phrases for human labor، دي prepositional phrase لانها بتبدأ ب for. about technology wiping out the need، about اهو شايفين، شيلوا الحشو cut the fat، شيلوا الحاجات اللي بتيجي في النص ما بين السبجكت اللي هو الناون بتاعي والverb اللي هو الاكشن بتاعتي. يبقى warnings have proved. اوكي، انا هنا بقى ايه؟ بتكلم على الهيستوري، حاجات بتحصل من زمان، يبقى ما استخدمش بقى الفيوتشر، ما غيرش التنس بقى، ما فيش داعي ان انا اغير التنس. تاني واحدة Holmes approaches، شايفين انا هنا في البريزنت. Holmes approaches crime as if it was a crossword. خلي بالكوا was هنا جاية بعد if لأن هي بعد if، لكن أنا بتكلم على present facts. ماشي، أنا بتكلم عليه إن هو دي حاجة هو بيعملها كل يوم أو بيعملها دايما. أوكي؟ طيب. Holmes approaches crime as if it was a crossword puzzle, missing a few essential letters that, once applied, make essential letters that، شيل الانترفينينج، make. مين السبجكت بتاع make؟ السبجكت هنا هو كلمة that نفسها، الريلاتيف pronoun. استنوا بقى عشان اشرح لكم اللفة دي لأنها لفة. اوكي؟ طب كلمة that ازاي احدد هي plural ولا singular؟ ابص على الكلمة اللي قبلها letters. طبعا واضح جدا ان كلمة letters plural، يبقى كلمة that هعتبرها ان هي plural subject. يبقى الفيرب بتاعها لازم يفضل زي ما هو make. طب ليه يا ميس ما غيرناهاش خليناها في الباست made؟ ليه لا؟ ليه مش made؟ عشان انا بتكلم ان هو he approaches. السنتنس كلها في البريزنت، حاجة اعتيادية دورية هو بيعملها كل يوم. خلاص؟ يبقى ما ينفعش makes لان هي it doesn't agree with letters. ما ينفعش اغير التنس. ما ينفعش making لانه it's a no verb اصلا. بس هو انا يعني اتلخبطت شويه. هو انا قلت بصيت على اف على طول بعد كده كوما، فقلت كده باست فيبقى باست. انت اعتبرتي دلوقتي انه if هنا السنتنس الثانيه دي الكوما دي اللي هي النص الثاني بتاعها، صح؟ طب الكوما دي انت عندك هنا 2 مش 1. يعني هي اف هنا موقعها ايه؟ subordinate؟ هي subordinate بس تبع اللي قبلها، اللي بعدها ده ملوش علاقه بيها ومش هيتغير بسببها. ما انت خلاص انت نهيتي الموضوع لما بدأتي بقى ذات، بدأتي relative clause بقى جديدة بسبجكت جديد اللي هو كلمة ذات نفسها، بفيرب جديد اللي هو كلمة make نفسها. عشان كده انا بقول لك هنا ايه، خليكي دقيقة. كلمة make مين السبجكت بتاعها؟ ذات. طب وذات يعني طب افرق ازاي بين اف الكونديشن واف اللي هي subordinate؟ ما هي دي conditional، بس هي هنا هي اولا هي كمان هي as if، يعني فاهماني، وهي تبع الجمله اللي قبلها. هي مش as if دي اللي هو المفروض بستعمل where، يعني was هنا مكانها غلط. هي كان المفروض ان هي تبقى were اصلا، هي مكانها صح، بس هي كان المفروض تبقى were، المفروض يعني مبدئيا. بس هقول لك على حاجه. الجمله دي اللي هي بتاعت if، ماشي، ممكن تتكتب بطريقتين وركزي معايا قوي. ممكن اقول Holmes approaches crime as if it were a puzzle. اوكي؟ او was بقى زي ما هم كاتبينها.
ماشي. هو في الحقيقة هي ملهاش طريقة تانية تتكتب بيها، لأنه if العادية يعني مثلا لو أنا هجيب لك مثال تاني بس ما يبقاش as if يعني. Holmes solves the crime if he considers it a puzzle. دي طريقة، ماشي. يبقى انت عندك هنا الكلاوز بتاعت if هنا اهي، شايفاها؟ خديها بقى وحطيها في اول السنتنس. if Holmes considers، شايفه انا عملت ايه؟ انا بدأت بيها الاول. considers crime a puzzle كوما he هنا اللي هو Holmes solves it. هو مش هنا present هنا present هو بس احنا بنتكلم هنا على if وضع تاني خالص، ان هو if هنا في وسط الجمله اقدر اخدها واطلعها في اول الجمله ويبقى عندي كوما ونبدا المين كلوز الثانيه، تمام، وابقى انا ظبطت present هنا وبريزنت هنا. لا بس انا كنت ناسيه ان if بتيجي معاها ذات عشان idiom، كنت ناسيه الموضوع ده. لا هي ذات هنا مش جايه تبع if اصلا، هي ذات هنا بتوصف الليترز. هو بيقول لك هنا ايه؟ Holmes approaches crime as if it was، كأنها as if it was a crossword puzzle missing a few essential letters. الليترز دي مالها بقى؟ letters that، التي، اللي، فهماني؟ يبقى ذات هنا ملهاش علاقة بإف أصلا. فهمت. فهماني؟ انت كان ممكن تقفي هنا عند كلمة بازل وخلاص انتهينا، بس هو مكمل بيوصف البازل ده ان هو ماله missing a few essential letters. مالها بقى الاسينشال letters that make the motive for a crime. فاهماني؟ فهمت. يعني هي هو كاتبها غلط، هي المفروض تبقى وين. ما هو بغض النظر هي غلط، هي المفروض تبقى were. ليه؟ لاستحالة حدوث الحالة دي. مس السؤال بقى اللي قبله معلش. انت عايزة اللي قبله، استنى. اللي هو ده. انا عملتها يعني ان هي singular، لان هو بيقول is وبعد كده فوق قال has shown. فين السبجكت بتاعك؟ مين اللي have proved untrue؟ يعني مين اللي ثبت ان هي غير حقيقية؟ الwarnings، التحذيرات. warnings have proved untrue، ولا ينفع اقول warnings has proved؟ ما ينفعش، ما تمشيش. فهمتيني؟ ده subject and verb agreement. فهمت. معايا؟ المشكلة هنا في ايه بقى؟ المشكلة في الفوكاب وفي تركيبة الجملة، صعبة وكومبليكيتد شوية، محتاجة تدريب. عشان كده دايما بنقعد نقول لكم ايه؟ حلوا، امسكوا امتحانات الاي اس تي، فصصوها وافهموها كويس جدا، واقعدوا فصصوا الجمل بتاعتها كده زي ما انا بعمل معاكم دلوقتي. وبعد ما تخلصوا عليها لو عايزين مور ريسورسز، انا بنصح بخان. ليه؟ لان هي كانت اول حاجه اتعملت ايام ما كانوا بيعملوا السات اللي هو دلوقتي بقى قديم ده، فكانت عتيقه شويه، كانت قديمه شويه، وانا بشوفها شبه ستايل الاي اس تي شويه. يعني مثل هو ماشي singular ماليش دعوه، بدور انا على السبجكت وبعد كده اختار الفيرب حسب السبجكت. بالظبط، بختار الفيرب حسب السبجكت. هي دي القاعده اللي انت بتعيشي عليها وما بتغيريهاش ابدا. اوكي. شكرا. تمام. نخش بقى على اللي بعده اللي هو السؤال ده. enough ought to be stated to، يعني طبعا اي حاجه بيبقى فيها 2 كوما كده دي معناها حاجه intervening. يعني enough ought to be stated يعني said to trace his development from slave to freeman and his preparation for the platform. البلاتفورم اللي هو المنصه اللي الواحد بيقف عليها علشان يدي خطبة أو يوصل رسالة أو يكلم الجمهور كده يعني. His preparation for the platform where he secured his hearing and was earning his fame. ماشي، أنا عندي هنا and، هو عمل حاجتين. هو عمل حاجتين على المنصة دي.
he secured ده الفيرب الأولاني. he secured his hearing يعني كان بيضمن إن الناس تسمعه. and ده الفيرب التاني was earning his fame. أنا عندي فيربين لنفس السبجكت اللي هو he. لما بيبقى عندي compound verb ده اسمه compound verb. خلاص؟ يعني فيربين لنفس السبجكت. لما بيبقى عندي compound verb بعرفه إن هو joined by and. فيربين joined by and. لازم يبقوا parallel. لازم يبقوا شبه بعض similar. لازم يبقوا عاملين زي الإخوات التوأم كده اللي لابسين زي بعض. يبقى earned عشان تبقى على وزن secured. إنما ال ing دي ملهاش أي محل من الإعراب. فده parallelism أو يعني نقدر نسميها parallelism in compound verbs. هي قاعدة كده إن الفيربات لما بتبقى جايين 2 أو 3 لنفس السبجكت لازم يبقوا parallel شبه بعض نفس يعني having the same sound. تمام؟ طيب. I had to break off the relations of my dream thoughts in the analysis of my dream because I find. أنا حتى مش قادرة أنطقها يعني find. هي found. هو هنا had وهنا could. هو بيتكلم على حاجة يعني حصلت زمان. صحيح إن هنا في exception اللي هو I do not wish strangers to know. ده الإكسبشن الوحيد لأن دي fact. دي حاجة طول عمرها هتفضل صح. He does not wish strangers to know anything about his dreams. لكن هنا هو بيتكلم على breaking off the relations of my dream thoughts في الاناليسيس. دي حاجة حصلت في الماضي وانتهت خلاص. I had to break off the relations of my dream thoughts in the analysis of my dream because I found. هل هي بقى found ولا founded؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الاي دي الزيادة دي معناها ايه؟ لا دي فيرب تاني خالص. احنا عندنا الفيرب اللي اسمه find الباست بتاعه found. بس عندنا فيرب تاني اسمه found والباست بتاعه founded. اللي فوق ده معناها يجد واللي تحت ده معناها يؤسس. فأنا ماليش دعوة بيه خالص. وبيه غلط علشان أنا مش عايزة الفيوتشر. أنا عايزة past يبقى parallel للباست اللي فوق ده. Okay. So far so good. أعتقد دول كانوا آخر سؤالين تقريبا على الverbs. لا لسه. Rocks exposed to the direct rays of the sun became strongly heated by day and expand. واخدين بالكم ده في البريزنت؟ ما هو expand دي في البريزنت. طب ليه مش expands يا مس؟ علشان احنا بنتكلم على الروكس. طب هل كلمة expose دي verb؟ لا دي participle. ها؟ الروكس exposed دي participle. كلمة exposed هنا is not a verb, it's an adjective. ركزوا معايا. Rocks exposed to the direct rays of the sun مالهم؟ become strongly heated by day and expand. يبقى أنا عندي هنا compound verb become و expand. لازم يبقوا parallel لبعض. لازم يبقوا الاثنين في نفس التنس. لازم الاثنين يبقوا في البريزنت. أصلا هنا it's a fact. الجملة دي كلها is a fact. هو بيقول لك إن الحجارة عموما الروكس اللي هي exposed اللي هي معرضة للdirect rays of the sun become strongly heated by day and expand. فأنا هنا محتاجاه يبقى في البريزنت عشان يبقى parallel لأخوه التاني اللي هو expand. طيب. Desert pebbles is weakened. I think this one يعني طب لما نشوف نكمل الجملة. Desert pebbles is weakened by long exposure. هي طبعا ايه هتبقى غلط اكيد لان ما فيش حاجة اسمها pebbles is weakened. ماشي. طيب are weakened بقى ها ايه رأيكم؟ غلط.
غلط. ليه؟ ليه بقى؟ ليه يا مس؟ لا احنا قلنا ان ايه غلط عشان ما ينفعش اقول pebbles is. تمام؟ وما ينفعش اقول pebbles weekends برضو. يا مس ليه دي غلط؟ هقول لك بقى، كملها بقى. pebbles are weakened by exposure to heat and cold have been shivered. ميس هي ينفع تبقى all weekend ازاي؟ يعني دي باست ما هو معلش بقى، لا ركزوا بقى معايا معلش. pebbles، انتوا مش واخدين بالكم من حاجة أكبر بكتير من اللي انتوا بتقولوه ده. pebbles are weakened، تمام؟ مش ده كده الفيرب اهو، by heat، اوكي، and cold. حلو كده. have been broken، يعني بدل shiver دي بقت broken. يلا الجملة دي سليمة يا جماعة. pebbles are weakened لا by heat and cold have been broken. الجملة دي نافعة أصلا. تعالوا نشيل البريبوزيشنال phrase اللي هو الحشو بقى، الفريزز دي بتبقى حشو. ينفع أقول pebbles are weakened have been broken من غير ما يبقى فيه and بتاعتهم هم. أصل and اللي هنا دي يا جماعة بتاعت heat and cold، ماشي؟ جزء من البريبوزيشنال phrase اللي هنا اللي أنا هشيلها لأنها حشو. أنا الجملة عندي في الإنجليش عبارة عن إيه يا جماعة؟ عبارة عن subject وverb. ولو السبجكت ده حصل ان هو له two verbs مثلا كده، يبقى لازم يبقى فيه and، لازم يبقى فيه conjunction بيربط ما بين التو verbs دول. مفيش. ينفع اقول pebbles are weakened have been broken على طول خبط لزق بوم طخ كده لازقين في بعض؟ بغض النظر عن التنسز اصلا تركيبة الجملة غلط. You cannot just stick verbs into each other بالشكل ده. There's a missing and. يبقى ايه الحل في الحالة دي؟ الحل ان واحد من الاثنين دول، واحد من الفيربين دول ننزله، نخليه ما يبقاش verb. فاهميني؟ انا ما ينفعش يبقى ده verb وما ينفعش يبقى ده verb لان ما فيش هنا بينهم and. احنا اتفقنا خلاص ان and دي كانت حاجة تانية، يعني جزء من phrase. يبقى نعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ مين اللي اقدر اتصرف فيه؟ الاندرلايند. انا عايزه انزله، انا مش عايزاه يبقى verb. ما ينفعش اقول pebbles are weakened have been broken، لكن اقدر اقول pebbles weakened by the heat have been broken. كده I have a verb اهو، يبقى ده الفيرب الاساسي بتاعي اللي هو have been broken. وweakened هنا اتحولت لايه؟ اتحولت لادجكتيف، اتحولت لparticiple. انا لما شلت الهيلبينج فيرب ده ما بقاش فيرب اصلا. لما شلت are weakened ما بقتش فيرب، فحليت المشكله. كلمه weakened بقت participle اللي هو ايه؟ a verb. ممكن نقفل. ميس جت تاني خلاص. انا جيت اهو، معلش استنوني يعني استحملوني بس 10 دقايق وهقفل والله. اوكي تمام بس حضرتك مش فاتحه السكرين شير. اوكي كده السكرين بتاعتي بانت. ايوه كده تمام. اوكي فهمتوا الفكره من السؤال ده؟ الفكره دي على فكره بتتكرر كتير. فكره يعني ان مش ايوه انا ما فهمتش يعني هو يعني هجيبها لك على جمله ابسط شويه. اوكي لو قلت مثلا يعني احنا استعملنا الباست بارتيسيبل عشان ما يكونش فيه فيرب. ايوه عشان ما يبقاش فيه فيربين لازقين في بعض من غير conjunction ما بينهم. لو انا قلت the student is studying so hard is memorizing اي حاجه، اي حاجه. ايه رايك في الجمله دي؟ الجمله دي سليمه ولا لا؟ The student is studying is memorizing. ما هو يا اما احط and
لا محتاجة ندور. محتاجة and، كان المفروض يتحط هنا and، مفيش and، يبقى غلط. طب أعمل إيه؟ أشيل الهيلبينج verb فهتبقى studying هنا مش verb. هتبقى إيه؟ The student studying so hard is memorizing. كده الجملة تبقى زي الفل. فهمتي التركاية؟ فهمت. أوكي؟ طيب أسرع بقى شوية عشان أخلصكم، يعني عشان عارفة أنتوا على آخركم طبعا، ولما أنا مشيت طبعا كنتوا بتهربوا واحد ورا التاني. ماشي ماشي شايفاكم. خلينا نكمل. The singularity is described as the point at which advances in artificial intelligence leads. Again أهو كلمة advances as a subject. تنفع معاها leads ولا lead؟ lead لأنها plural. أوكي؟ طيب تاني واحدة. Estimates، التكهنات أو التخمينات are based upon many factors, not the least of which is the continued increase in computing performance, eventually reaching as many connections as the human brain, reaching but operating. مش دول parallel لبعض وحلوين وزي الفل، ولا نغير فيهم حاجة؟ نسيبهم زي بعض. هنسيبهم زي بعض. آخر سؤالين، يلا شدوا حيلكم. هنا هو مديلك الفيوتشر بيرفكت، بيكلمك على the following 30 years. تعالوا نقراها كويس بقى. These experts believe that super intelligence will في الفيوتشر be developed within the following 30 years. will be developed هيتم تطويره خلال ال 30 سنة اللي جايين، يدينا ويديكوا طولة العمر. pushing the date to somewhere between 2070 and 2110. With the singularity achieved, an AI-enabled machine will have achieved cognitive abilities beyond those of the most gifted human minds. في هنا يا جماعة حاجتين هيحصلوا في الفيوتشر. الأول الحاجة دي إن هو ال AI enabled machine will be achieved. الأول إن الماشينز الكمبيوترات تبقى AI enabled. بعد كده أو هي بقى لا نقدر نقول العكس بقى. With the singularity achieved, an AI enabled machine will have achieved cognitive abilities beyond those of the most gifted human minds. You get the point? أنا هنا دلوقتي بتكلم على two things that will happen in the future. With the singularity achieved، لما السنجولاريتي تبقى achieved في الفيوتشر، قبلها بشوية كده ال AI enabled machine هتحصل الأول. أيوة صح زي ما أنا كتبت، دي هتبقى نمبر 1 هتحصل الأول، وبعدها هيتم موضوع السنجولاريتي ده. يبقى أنا كان لازم الأكشن دي اللي هي AI enabled machine كان لازم إن هي تبقى في الفيوتشر بيرفكت. يبقى أنا هسيبها زي ما هي، مش هلعب فيها. طيب يا مس ليه ما خليهاش فيوتشر؟ ليه مش بي يا مس؟ ليه؟ هموت واعرف. لانك لو خليت الاثنين في الفيوتشر يبقى انا بينت حاجه مش حقيقيه، يبقى انا ببين ان الحاجتين هيحصلوا في نفس الوقت، المعنى هيتدمر. انا عايزه ابين ان السنجولاريتي دي مش هتحصل الا لما الاي اي انيبلنج يحصل الاول. فانا عايزه اوضح ان في اكشن هتحصل قبل الثانيه، عشان كده بي غلط. بي بتغير المعنى، بتبوظه. sometimes يا جماعه عدم استخدام التنس معين ممكن يبوظ المعنى، ممكن يوصل فكره غلط ان الحاجتين دول مثلا السنجولاريتي والاتشيفنج السنجولاريتي يعني والاي اي انيبلنج ده هيحصلوا في نفس الوقت. لا، انا عايزه ابين ان الاول الاي اي انيبلد ماشين هتحصل الاول will have been achieved، وبعد كده ان شاء الله السنجولاريتي تحصل بعدها بشويه، و both of them will happen in the future.
That's why I needed الفيوتشر بيرفكت في A. بس مش احنا سؤال هنا صعب، ما انت مش هتفهميه. لا هو سؤال صعب، ما انت لازم الاول تتدربي على فكره الفيوتشر بيرفكت اساسا بجمل اسهل شويه. انا هقول لك على حاجه، انت لازم تشوفي الباوربوينت اللي انا حطيتها لكم في الاول، ولازم تشوفي الاكزامبلز اللي فيها. يعني دوري على الفيوتشر بيرفكت الاول وافهميه كويس قوي، وافهمي الاكزامبلز اللي عليه، ساعتها هتقدري تفهمي جمله زي دي. مش قبل كده، انت محتاجه تتدربي الاول على التنس ده اساسا. فاهماني؟ اتفضلي. بس هو احنا ممكن نقول ان في المستقبل البعيد، يعني المستقبل البعيد بستعمل will have او will has، والمستقبل القريب هستعمل will plus الانفينيتيف. بالعكس بقى، will have هو اللي هيحصل الاول اللي اقرب لنا، والماضي العادي هو اللي بيحصل بعديه. يعني ايه الفرق بين A و B؟ الفرق بين A و B ان A مبينه ان حاجه هتحصل قبل حاجه، B مبينه ان الاثنين هيحصلوا في نفس الوقت، الاثنين في الفيوتشر. بصي، مش انت عندك البريزنت اهو، وعندك الفيوتشر اهو، الفيوتشر العادي اهو، صح؟ الفيوتشر بيرفكت هنا، شايفه؟ الفيوتشر بيرفكت حاجه لسه هتحصل قبل حاجه تانية. وصلت؟ فهمت. اوريكي بقى الباست بيرفكت بالمره. مش هو ده الباست العادي؟ هو ده بقى الباست بيرفكت. وصلت؟ فهمت. طب فين بقى البريزنت بيرفكت من الكلام ده كله؟ ما بين ايه وايه؟ مين اللذيذ اللي هيقول لي؟ ما بين الباست والبريزنت. يا سلام عليكي. تمام؟ فهي دي، هو ده التايم لاين اللي بيبين ايه؟ التنسز كلها. تعالوا بقى ايه نعمل. خلاص ده اخر سؤال، خلاص انتوا طبعا بتدعوا عليا وفطستوا وهتقتلوني. When companies began pouring billions of dollars into this emerging medium. الميديم ده اللي هو ممكن يبقى جورنال، ممكن يبقى انترنت، اللي هو الوسائط المتعدده. عارفين ميديم وسيله لنشر المعلومات، الاخبار، whatever. اوكي. وكلمه emerging معناها حاجه لسه بتبدا، حاجه something that's يعني لسه بتبدا. فالمهم when companies began spending money يعني pouring billions of dollars into this medium, online advertising specialists have started to notice the presence of what would later be called click fraud. بصوا، لو انا استخدمت البريزنت بيرفكت هنا معناها ان هي حاجه مكمله لحد دلوقتي. They have started و they are still starting لحد دلوقتي، كل يوم بيصحوا يعملوا start. Does it make sense؟ لا، تكون started. هم started مرة واحدة في الماضي وخلاص. الباست simple معناها ان هي action حصلت مرة واحدة في الماضي وخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخر واحدة يا مس ليه مش ايه؟ ما احنا قلنا بقى. معلش مش ايه، معلش. احنا قلنا have started معناها يعني استخدام انت بتقولي ليه مش A، صح؟ ايوه. يعني ليه مش هنستخدم البريزنت بيرفكت؟ ما انا لو استخدمت بريزنت بيرفكت هنا معناها ان دي اكشن بدأت في الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن. يعني معناه ان هم لحد دلوقتي they are still starting to notice. بقالهم 30 سنة starting to notice. انا عايزه اقول ان هم at some point in the past they started to notice وخلاص بقى. يعني حاجة حصلت مرة واحدة خلاص في الماضي وانتهت يعني. فهمتني؟ اوكي. اخر سؤال خالص و I promise you فعلا this is it، فعلا ده اخر واحد. وممكن ايوه ممكن ناخدها كمان parallelism، ان انا عندي هنا when companies began specialists started. ممكن برضه اخدها من المعنى ده ان هي نفس الجمله، فلازم يبقى نفس التنس على اساس ان دي حاجه اسمها تنس consistency. تمشي كده طبعا جدا، ودي الطريقه الاسهل. اكشلي انا مش عارفه ليه لفيت اللفه بتاعت البريزنت بيرفكت دي. ايوه معلش قبل اخر سؤال، هو انا اسال سؤال غبي؟ لا مفيش اي اسئله غبيه خالص، اوعي تقولي كده.
هو في السؤال اللي احنا حليناه قبل كده ويك اند ازاي باست اصلا هو يعني مش past، هو participle. weekend. برضو ازاي يعني؟ طب هو ايه الاصل بتاعها؟ weekend يضعف. I weakened my body by eating junk food. هو فعل غريب شوية، ممكن تكوني ما شفتيهوش كتير. فاهماني؟ أنا خطرت في بالي ويك بس. او ممكن اخليها ايه I have، ممكن اخليه في البريزنت بيرفكت، اني بقالي فتره بعمل الموضوع ده، بدمر جسمي، بضعف جسمي عشان الفاست فود والجانك وكده. فاهماني؟ فاهمه الفيرب بيضعف. ايوه آخر شكرا. سؤال هنا they assert that under the theory of administrative contracts a government retained. أنا هنا بتكلم على قوانين وحاجات طول عمرها هتفضل صح. يعني the government دايما محتفظة بالباور، بالسلطة to modify or terminate العقود. يبقى the government retains because I'm talking about a fact, a legal fact. تمام؟ That was it. يعني هي دي تقريبا كل الافكار اللي انا مجمعاها classified من امتحانات الاي اس تي اللي قبل كده. لسه انا بعمل updating للفايل ده، لما اعمل له update هبعته لكم. و that was it. That was today's class. Have any questions?